سيد أوليفيه، هناك محللون يقولون أن الموضوع لا يتعلق بالعلاقات الثنائية وإنما أيضا توسيع النفوذ الإسرائيلي بحيث يصبح لإسرائيل موطئ قدم في المحيط الأطلسي، مياه المتوسط ومضيق جبل طارق، بالإضافة إلى نافذة إلى إفريقيا. هذا غير صحيح. أنا أعزز وأشيد بما يقوله الضيف الكريم من المغرب. القضية هنا هي دفاعية وأمن المغرب. إسرائيل يمكن أن تعطي للمغرب في المجال الاستخباراتي منظومات دفاعية، وكل قضية تطوير الجدار الطويل الذي يجب أن تكون حدود ذكية مع استخبارات قوية، استخبارات رادعة ورقابة لكي تستطيع المغرب الاستمرار في حماية أنفسها، فهي لا تهاجم أحد. من يتهم إسرائيل اليوم بأنها تريد توسيع نفوذها هذا هو لا يفهم بالتحديات الأمنية التي تواجهها المغرب. لديه آراء مسبقة نحو إسرائيل. إسرائيل ليست بحاجة للتواجد هنا فعليا لكي نراقب. نحن من الدول العظمى في العالم في مجال الاستخبارات، هذا ليس سر. نحن أقوياء جدا في هذا المجال، وإذا كان لدينا القدرة على دعم دولة حليفة لإسرائيل هذا أمر مهم. أنا أريد أن أضيف أمر واحد. الأوروبيون اليوم يخشون من أزمة في أفريقيا تقود إلى ملايين اللاجئين من المغرب إلى أوروبا. هم يخشون من هذا، ونحن هذا لا يقلقنا. نحن نريد أن نساعد ونحمي المغرب لكي تكون المنطقة مستقرة، وأن لا تخترقها إيران، وأن لا تزيد إيران نفوذها، لأن هذا سيشكل تهديدا للمنطقة وبالمناسبة أيضا لدول تعتقد أن لا مشاكل لها مع إيران. سيد أوليفيه روفيفيتش، ضابط احتياط في الجيش الإسرائيلي، وكان معنا دكتور لحسن حداد البرلماني والوزير الأسبق من الرباط، ومن سيرفينيا الإيطالية جون بيير ميلاري الباحث في شؤون الشرق الأوسط. شكرا جزيلا لكم جميعا.